اهلا وسهلا، كي دايرين؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دايرين مع الوقت ومع الجريان؟ نتمنى كلشي يكون مزيان بخير على خير، ما خصو حتى شي خير. كلشي يكون مزيان وكلشي يكون في الصحه وفي العافيه. المهم الصحيحه، واخا ماشي 100%، المهم يكون، المهم يقدر يمشي ويجي ويشوف بعويناته، وهذا هو الافضل. كنتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير، وتنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. هذا الفيديو كما شفتوا في العنوان بغيت نهضر على السعد المجرد كما شفتوا في العنوان. بصراحه انا بقى فيا بزاف، بقى فيا بزاف 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 بزاف، لانه كيف ما كنشوف انا ما عنديش معاه طبعا علاقه شخصيه، يعني كنعرفو شخصيا، ولكن كنشوفو من خلال داك، من خلال هضرته، من خلال استجواباته، من خلال الكلمات اللي كيختار، يعني اغانيه، يعني مستواه الفني جيد. استطاع انه يبين او يوري للاخر اللهجه المغربيه، لانه عنده كلمات باللهجه المغربيه، اللهجه العاميه احنا كما كنقولوا. فهذوك الكلمات يعني الاغاني ديالو نجحوا، تعرفت اللهجه المغربيه من خلاله في الخليج وفي الوطن العربي، ما احنا ما تنقولوش في العالم العربي، في العالم العربي ماشي في العالم. ولكن انا بالنسبه لي السيد تيبان لي متخلق، تيبان لي ظريف، تيبان لي خلوق ظريف، يعني انسان في المستوى. بالنسبه للعنوان اللي حاطه انا في ساعه الشده، تيبان الانسان، لانه هو فاش كان في محنه، هو كان في ديك المحنه الاولى اللي فاش دوز الحبس، فاش كان في الحبس في ديك اول مره، فاش وقع له المشكل يلاه اول مره. كان في شده، وكان في، انا في ذاك الوقت والله العظيم، انا في ذاك الوقت قلت ربما عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم. ربما الانسان حنا كنشوفوا غير رتب الدنيا. الانسان مشهور في الدنيا وعنده نفوذ، وعنده هذاك الشهره ديال الدنيا، ديال الدنيا، يعني قيمه في الدنيا، ولكن رتب الاخره شكل ثاني. ربما داك يعني داك الشهره ديالو الله ما بغاهالوش، بغالو غير يكون انسان بسيط، وغير يكون متقرب من الله. ربما الخير فيما اختاره الله، ما تنعرفوش حنا يعني شنو السر في واحد المحنه. المحنه كتجينا محنه، ولكن في الاخر يعني بعد داك العاصفه وكتبان ديك المحنه، في الاخر ربي كيعطيك النتيجه ديال داك العاصفه. واش ربي بغاك تقرب له، واش ربي بغى يبدل لك المسار ديال حياتك، ما عرفناش. ولكن المهم ملي كانت عنده داك المحنه ديال الحبس فاش كان في الاول، وجات ديك السيده اللي عاوناتو، يعني هذه مراته دابا اللي هي حاليا مراته، عاوناتو ووقفت معاه في ساعه الشده، هي وقفت معاه في ساعه الشده. ولكن من بعد هو تحيدت عليه ديك ساعه الشده، وخرج من الحبس ورجع تيغني، رجع كيدير الفلوس، رجع تيدير السهرات، يعني تبارك الله، راه انسان مشهور، راه غادي يدير الفلوس. فهو منين جاي يتزوج، ما فكرش في وحده، ما فكرش في الجمال، او حتى هي جميله السيده ما شاء الله اللي خدا، لا، ولكن ما فكرش في هذوك اللي حدا، او فكر في هذيك اللي عاونته ساعه الشده. فانسان بهذه الاوصاف وبهذه الرجوله وبهذا، يعني انا بالنسبه لي اخلاق عاليه، بالنسبه لي اخلاق عاليه، باش ما تنساش واحد عاونك في ساعه الشده وانت في القمه، راها اخلاق ماشي سهله. انا بالنسبه لي هذه كنقول له بوجور عليها، وكنحييه من هذا المنبر عليها، لانه يستحق اننا نوقفوا معاه، لانه ماشي حيت هو مشهور، ولانه في شده، وحنا هاد شده لانه مشهور وانا عارفين الشده ديالو. ولكن كنتمنى وربي يفرجها على كل واحد، واخا ما كنعرفوهمش الناس العاديين ولا ماشي عاديين، كنتمنوا ان الله يفرجها على كل محبوس وكل مكروب وكل واحد عنده ضيق، ربي يفرجها عليه في هذه الليله ديال الجمعه، لان انا هذا الفيديو حاطاه في الجمعه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني بالنسبه لي هذا التصرف اللي تصرف هو ومشى لديك الانسانه بعد لا عاوناته، بعد لا رجع، والنجوميه وهذا حتى حاجه ما غراتو الا انه يرجع يتزوج بالسيده اللي عاوناته ساعه الشده. بالنسبه لي انا هذا موقف بطولي منه. يقدر يعني ماشي اي انسان تيبقى على العهد، واي انسان ما تينساش الانسان اللي وقف معاه، راه ماشي يعني اخلاقه عاليه. في هذه النقطه انا من هذه النقطه انا تنقول ان انسان اخلاقه عاليه. تنتمناو له ربي يفرجها عليه، وربي يجيب له ساعه الفرج ويتفرج عليه. يعني ماشي سهله، 7 سنين عطاوه، 7 سنين، هي ماشي 6 سنين، 7 سنين، ولكن
هما حيدوا له داك من 7 سنين، حيدوا من هذاك الايام اللي داك المده اللي دوز الاوليه فاش كان في الحبس في النوبه الاولى. تنتمناو لمو زعما احسن عوان امو، احسن عوان امو وباه ومراته حتى تغيب الشمس. تنقولوا احسن عوان وحتى تغيب الشمس، لان ماشي ساهله. امو دابا في هذا الوقت تتمنى غير كون كان كيبيع غير بطاطا ويجلس حداها، ماشي مشهور. لان الام ماشي هو الناس اللي كيعطيو قيمه انك مشهور ولا. الام تتبقى ام، كان مشهور ولا ما كان مشهور هو ولدها. واخا دابا نتمنى يا ربي يكون غير كان حدايا، يا ربي يكون ما اتجه للفن، يا ربي يكون هذه عين ولا هذه ولا هذه ولا هذه ولا ابتلاء من عند الله. تنتمنوا ان الله يخفف عليه ويخفف على كل مكروب وعلى كل ماشي له هو ماشي هو، حيت شخصيه طبعا عامه غنهضروا عليها. وكنشوفوا ظريف وكنشوفوا وسمعت الواحد قال لهم هو امام في باريس، قال لهم راه كان تيصلي معايا الصلوات كامله. نتوما كتعرفوه كمغني، ولكن انا كنعرفو كانسان تيجي يصلي معايا الصلوات كامله. كاع الناس كتخطا وكاع الناس كاع الناس كتخطا، كلشي كيخطا، ما كاينش شي واحد اللي ما تيخطاش. تنتمناو له الفرج والله العظيم. لا عز عليا داك السيد بزاف، وكان كيجيني انا كنشوفو، واخا انا قلت انا ما تنعرفوش يعني شخصيا، ولكن كيجيني انسان متخلق، كيجيني ظريف، تيجيني تيجيني يعني ماشي شي انسان اللي كما كنقولوا خبيث ولا لا، بالعكس هو انسان متخلق وظريف ومسكين دازوا عليه ازمات. نتمنوا هذه الازمه يعني تحل بسلام ويرجع لمراته، ولا كانت مراته مسكينه حامله الله يفكها على خير، يعني قاصحه يعني تكون مراته حامله ويشد داك الوقت كله ويخرج تلقى ولده كبير راها ما تيقولها غير الفم. تنتمنوا ان ربي يهونها عليه ويهونها على كل مكروب في هاد العواشر هذه. وتنقول لمو الله يرزقكم الصبر، والصبر اللي ما يضر، لان ماشي سهله. ويعني بصح بغيت نقول عليه كلمات، يعني بغيت نهضر على سعد المجرد، لان بصح ما بصح يعني بقى فيا وبقى بزاف اللي كنهضروا معاهم تيقول لك زعما لا اله الا الله محمد رسول الله. تنتمناو دابا الخير، يعني نسمعوا عليه الخير ويخرج بسلام ويرجع لحياته، بغى يرجع للفن ولا بغى يرجع لحاجه اخرى، ولا الله رقيب بالناس. حنا المهم بغينا الفرج ليه ولكل مكروب ولكل واحد عنده ضيق ولا عنده حبس، والله يفكر بو. وتنقول لكم العواشر مبروكه عاوتاني بالصحه وبالسلامه وبالرزق الواسع، والله الله يبعد علينا الابتلاء، لان هاد الدنيا فيها ابتلاءات بزاف تكون هكا حتى كترجع هكا. والابتلاء ديال الحبس ديال المسجون خايب، ابتلاء يعني خايب، ماشي شي حاجه اللي زوينه، يعني خايبه. خصوص واحد الانسان اللي كان كيغني وكيمشي هنا ويجي هنا والفلوس في يدو، تلقى راسو واحد الساعه في السجن. والسجن ماشي بلادو، ماشي لغته، ماشي ثقافته، ماشي يعني راه ماشي سهله. وماشي عاش في ديك البلاد، لو عاش فيها واحد المده كان ممكن تكون يعرف ثقافتها غادي يعرف. ولكن السجن وماشي بلادك وماشي ثقافتك وماشي وعندك قضيه انت ما عارفش عليها. يعني انت علاش هذا هو المشكل اللي كنعيشوه في الغربه. كنجيو بثقافتنا وبقانوننا وكنعرفوا غير في القانون ديالنا وما كنعرفوش في القانون الاخر. فالله يفرجها عليك سعد. وتنتمنى لك انا من هذا الفيديو والله العظيم لا بقى فيا بزاف داك السيد، وتيجيني ظريف وتيجيني بحال كيجيني واحد الانسان ظريف وحنين ودرويش. الله يفرجها عليك ويفرجها على كل واحد مكروب، وعلينا وعلى كاع اللي عنده ظروف. راه كلنا عندنا ظروف، كلنا عندنا مشاكل كنمروا بها، فالله يهونها عليك والله يصبر ميمتك. وكنقول لكم يلا نتلاقاو فيديو قادم.